وبطريقة سهلة وبسيطة كتير. يلا بينا نعمل موتزاريلا مع مطبخ حيدر بمكونين بس. وصفتنا لليوم تحتاج كل 2 كيلو حليب حياخدوا معنا كاسة من الخل الأبيض أو 150 ملي. وهون نحن عم نوزن 3 كوبايات خل صغار أو 450 ملي، وعم نضيف الحليب ونقلبه، بنضل عم نقلبه مشان توزع الحرارة عليه كاملا. وبعد ما دفي الحليب معنا صار وقت إن نضيف الخل. بنضيف الخل وبنقلب بمعلقة خشبية لضمان تجانس المواد كلياتها مع بعضها. ومجرد ما عملت معنا تكتلات هاي بنشيلها على جنب، بنريحها لمدة نص ساعة وبنرجع له. بناخد مصفى ونترك جبنتنا تتصفى حوالي 10 دقايق. بعد ما تصفت جبنتنا صار وقت التفريز. بعد التصفاية والتفريز حوالي 4 ساعات بنقطعها قطع. انا اخترت اني افرمها بالمفرمة، بامكانكم تستعملوا المبشرة اليدوية. فرمتها والنتيجة كانت روعة بصراحة. وبهي الطريقة بنكون حولنا 6 كيلو حليب لكيلو إلا ربع موتزاريلا بأسهل طريقة، وبإمكانكم تعملوها بالبيت، آمنة وصحية ولذيذة بنفس الوقت.